مشاهدينا الكرام، برحب بيكم حلقه جديده ولقاءنا الاسبوعي المتجدد من رياضه في اسبوع ومتابعه لاهم واخر الاحداث الرياضيه. اسمحوا لي في بدايه الحلقه قبل ما نتكلم عن محاور حلقتنا ارحب بضيفي في البرنامج الاستاذ محمد القاضي، الناقد الرياضي ورئيس قسم رياضي بجريده الكرامه. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بكل الساده. اهلا بيك. بالتاكيد مصر الايام دي 3 ايام تحديدا بتعيش حاله من التفاؤل الشديده بسبب عقد مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد في شرم الشيخ. بالتاكيد مهما بعدنا عن الموضوع، ولكن بالتاكيد هيبقى في ربط ما بين الرياضه وما بين هذا المؤتمر الاقتصادي اللي بيشهد الحقيقه اقبال ودعم يمكن من كافه دول العالم. وشفنا قد ايه وسائل الاعلام سواء المحليه او العالميه كلهم بيتكلموا عن هذا المؤتمر واهميته في دعم الاقتصاد المصري وعوده مصر مره اخرى لدورها في المنطقه، واللي بياكد يمكن برضه هذا المؤتمر ان مصر فعلا ماضيه في طريقها نحو تحقيق التنميه مره اخرى بالتوازي مع حربها على الارهاب. لو اتكلمنا في البدايه بغض النظر عن بالتاكيد تفاصيل المؤتمر، ولكن كيف يمكن ان يستغل هذا المؤتمر وهذه الدعوه اللي وجهت لكل دول العالم بالاستثمار في مصر لتوجيه بعض من هذه الاستثمارات نحو الرياضه؟ بص يا استاذ محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه يعني يجب ان نتفق على شيء مهم، ان الرياضه اصبحت اقتصاد قائم بذاته موجود في كل دول العالم. اي دوله في العالم عندها دوري، وبالذات لما يكون دوري قوي يبقى ده في حد ذاته اقتصاد، ولازم الاقتصاد ده يتنمى ويقدر يجيب موارد وفرص عمل للشباب، ويقدر ان هو يعني يبقى يعني زي القائم بذاته ويصرف على نفسه. وهي دي مقومات الاقتصاد اللي احنا اتعلمناها يعني ودرسناها. فيعني حتى في اوروبا في يعني دول كبيره ودول كتيره زي اسبانيا وزي البرتغال، على فكره اقتصادها اقتصاد ضعيف مقارنه ببقيه دول اوروبا، قائمه على كره القدم. حتى انت تلاقي مثلا الدوري الاسباني يقول لك الدوري الاسباني هو دوري من اقوى الدوريات اللي موجوده في العالم، عنده ريال مدريد وعنده برشلونه، رغم كده عندهم نسبه البطاله عاليه وعندهم الاقتصاد بتاعهم هش واقتصاد ضعيف مقارنه باقتصادات اخرى في اوروبا زي الاقتصاد في انجلترا مثلا. والدوري الانجليزي رغم ان هو دوري قوي لانه هو اقتصاد قائم بذاته. اللي عايز نوصله لحضرتك بس ونعمل ربط مهم جدا ما بين المؤتمر الاقتصادي اللي معمول في مدينه شرم الشيخ الان وما بين كره القدم، ان كره القدم لازم احنا نبص لها كدوله، ولازم نبص لها كصحفيين، ولازم نبص لها كناس بساط في الشارع ان هي اقتصاد. الاقتصاد بمعنى ان كره القدم في مصر بيعمل فيها ما يزيد عن 5 مليون بني ادم. 5 مليون بني ادم دول لما تيجي تحسبهم بتعداد الدوله في مصر هتلاقيهم حوالي 6 او 7% من عدد السكان اللي موجودين في مصر. مجال كره القدم كله، مجال الرياضه كله. وخلي بالك نشاط كره القدم كنشاط اقتصادي زي ما حضرتك بتتكلم هو بيصرف على بقيه الالعاب اللي موجوده في الانديه والمنتخبات الصغيره. بمعنى اي العاب شهيده، اي العاب فرديه، اي العاب جماعيه غير كره القدم، هي كره القدم هي المورد الاساسي ليها. بل هي زي ما تقول لك ايه الحصان الرابح دايما في البطولات، وهي اللي بتجيب سبونسرات، وهي اللي بتجيب شركات راعيه، وهي اللي بتدخل فلوس للانديه او للمنتخبات او الاتحادات كلها. حتى اللجنه الاولمبيه نفسها قائمه بذاتها، قائمه على الاقتصادات لكره القدم. وانا يعني مش عايز اطلع بره الموضوع وبره السؤال اللي حضرتك قلته، بس هو احنا في نادي الاهلي ونادي الزمالك بعتوا مندوب من كل نادي فيهم لحضور المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. والنادي الاهلي بعت مدير التسويق، ونادي الزمالك بعت مدير التسويق، وبعت وفد رفيع المستوى يحضر عشان يستفيد. لان خلي بالك المؤتمر مش مجرد ان احنا في دعم مادي جاي للدوله او استثمارات جديده جايه من رجال اعمال او شركات كبرى عالميه، لا ده الناس برضو راح تتعلم. يعني انا عجبني فعلا قرار مجلس اداره نادي الزمالك وقرار مجلس اداره النادي الاهلي ان يبقى في مندوب من هنا ومندوب من هنا يجي يحضر فعاليات المؤتمر كلها ويستفيد عشان يقدر يفيد النادي. يعني معنى كده ان النادي يبقى فيه فلوس، معنى النادي ما يقدرش يعتمد على الدوله. ما هو كل نادي لو عنده فايض في الميزانيه يا استاذ محمد مش هياخد من ميزانيه الدوله. فدي شيء مهم بالنسبه لمجال كره القدم وربطه بالمؤتمر الاقتصادي. طيب خلينا نعرف اكثر عن كيفيه استغلال يمكن هذا المؤتمر في دعم وتنميه الرياضه تحديدا في مصر. وخلينا ناخد اتصال هاتفي من الدكتور محمد فضل الله، استاذ القانون الرياضي بالجامعه الامريكيه في الامارات. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا استاذ محمد، تحياتي لحضرتك والاستاذ محمد القاضي. اهلا بك. تحياتي ليك يا دكتور. ويمكن كنا بنتكلم او خلينا قبل ما نتكلم نبارك لمصر وكل الشعب المصري على النجاح اللي بيحققه المؤتمر الاقتصادي والاهتمام الاعلامي والشعبي اللي بيلاقيه هذا المؤتمر من كل دول العالم. وخليني اسال حضرتك كيف يمكن استغلال هذا المؤتمر في الترويج وجذب الاستثمارات الى الرياضه المصريه من الناحيه القانونيه؟ يعني بمعنى اصح، هل التشريعات الرياضيه في مصر تسمح بوجود استثمارات قوية تدعم الرياضة وتخلي ليها دور مهم في الاقتصاد المصري؟
طبعا يعني هو انطلاقا طبعا من كلام حضرتك ومن كلام الاستاذ محمد، ده شيء مهم جدا ان احنا يكون عندنا في مصر مؤتمر بهذا الحجم وبهذه القوه. مؤتمر بيضم مجموعه من خبراء الاستثمار والاقتصاد بصفه عامه في كافه المجالات، بالاضافه طبعا لرؤساء الدول والملوك ورموز الحركه السياسيه بصفه عامه في هذه الدول. وجودها في حد ذاته دفعه في مصر، فده قوه كبيره جدا للاقتصاد المصري ككل. طبعا احنا كناحيه قانونيه او كناحيه تشريعيه، لا احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا مظله قانونيه تحمي هذه الاستثمارات. يمكن الاستاذ محمد تفضل طبعا وذكر ان الاقتصاد في الرياضه ارتبطت بامور كثيره جدا اقتصاديه في الدوله دلوقتي، وان كره القدم على وجه الخصوص هي نوع من انواع الصناعات الاقتصاديه الكبيره والمؤثره في عمليه الاقتصاد. يعني يمكن البرازيل واحده من الدول اللي التحرك الاقتصادي بتاعها كدوله ككل قام اساسا على عمليات وصناعه كره القدم. تمام. احنا محتاجين يا استاذ محمد كم كبير من التشريعات الرياضيه التي تحمي هذه الاستثمارات. يمكن احنا مظله قانون الرياضه الحالي اللي هو قانون 77 لسنه 75 ما بيؤكدش على هذه الاستثمارات وما فيهوش من النصوص اللي تدعم هذه الاستثمارات اللي نقدر نجتذبها لمصر. ولكن في خلال الفتره القادمه من المفترض ان يكون هناك تشريعات. احنا طبعا كنا املنا ان يكون هناك ان شاء الله بعد انتخابات مجلس الشعب القادمه ان يكون هناك تشريع جديد للرياضه من خلال قانون جديد للرياضه يستطيع ان يتضمن مجموعه من النصوص هي التي تجتذب هذه الاستثمارات وهي التي تحمي هذه النصوص. لان طالما ان انت ما عندكش نصوص تحمي الاستثمار فلن تستطيع ان انت تجتذب رؤوس الاموال. امر مهم جدا ان انت حضرتك بتذكره، انا باكد عليه ان احنا محتاجين هذه النصوص. الامر الاخر اللي هو فيما يرتبط بكره القدم، ما ينفعش دوله كبيره طبعا يعني احنا يعني كل الحق وكل الواجب وكل الولاء وكل العطاء للاولاد الشهداء الذين توفوا. امر طبيعي جدا ان انت لازم تاخذ حقهم، وامر طبيعي ومنطقي ان انت لازم تدافع عن حقهم. ولكن امر طبيعي واخر ان تدافع عن كيان رياضي، ان تدافع على صناعه. نعم. حضرتك بتتكلم بالتاكيد على توقف الدوري المستمر وعدم انتظام الرياضه في مصر. احنا محتاجين ان الدوري يعود، ولكن على هذا الهامش ايضا وعلى هذا التوازي ان الدوري يعود لازم اتحاد الكره يشتغل. لازم المؤسسات الاعلاميه في مصر تنبه للمؤسسات الرياضيه ان لازم يبقى في مجموعه من الضوابط ومجموعه من المعايير يجب ان يتم تفعيلها. ما ينفعش ان احنا عمالين نتكلم من ساعه حادثه بورسعيد، وانا كنت مع حضرتك اكثر من مره يا استاذ محمد. نعم، عمالين نتكلم على ان يجب ان يكون هناك الضوابط والمعايير التي تحمي هذه الصناعه. ماشي، انت بتحافظ على الصناعه، اديني من الضوابط والمعايير التي تحافظ على هذه الصناعه عشان لما ترجع كره القدم ترجع قويه ومتماسكه لا يستطيع احد ان يؤثر عليها. نعم. يعني هل شايف ان التشريعات فقط، وضع تشريعات وقوانين تحمي وتنظم الرياضة في مصر وتنص على وجود استثمارات في مصر، هل ده كافي أم لابد من أن يكون هناك خطوات على أرض الواقع لتسهيل حركة الاستثمار في الرياضة من جديد؟ لا، احنا يعني شوف، القانون لوحده والتشريع لوحده لا يستطيع ان يحرك ساكنا. نعم. طالما ان انت ما بتطبقش المعايير والضوابط الاداريه في اداره الحركه الرياضيه ككل وفي اداره منظومه كره القدم. لابد من تغيير الفكر من الاساس يا دكتور محمد. والعقول من اساسها لازم تفكر بشكل مختلف. طبعا. ده دورك بقى يا دكتور، بقى الدور الاكاديمي ده دورك بقى، يعني من الناحيه الاكاديميه يبقى معاك انت بقى، البدايه معاك انت. والله يا استاذ محمد احنا بنحاول ان احنا نوجه الرسائل، ومن خلال طبعا حضراتكم ومن خلال الاعلام الرياضي اللي هو بيمثل قيمه كبيره جدا وبيمثل رؤيه متكامله نستطيع من خلالها ان احنا نوصل افكارنا. بنحاول ان احنا نغير، ولكن للاسف عمليات التغيير او عمليات الاستماع للفكر العلمي والفكر الاداري لسه بطيئه في مصر. نرجو في الفتره القادمه ان شاء الله، وفي ظل التحول وفي ظل ادينا احنا شفنا لما حبينا نطور جزء مهم جدا الا وهو الاقتصاد المصري عملنا ايه؟ سياده الرئيس مؤتمر محترم، قامه من قامات كثيره جت واتكلمت بتؤكد على فكره التنميه المستدامه، على فكره الحكم الرشيد، على فكره الحوكمه. ده الكلام اللي احنا بنقوله من زمان، ان الرياضه بتؤثر في هذه المعايير. يا رب ان الناس تستمع الى هذا وتستطيع ان هي تنحو مثل هذا النحو الذي يتخذه رئيس الجمهوريه. طب انا عندي سؤال ليك يا دكتور لو تسمح لي. هو ازاي الدوري بتاعنا دوت يجيب فلوس؟ يعني الدوري بتاعنا ده هو دوري الاقوى في المنطقه العربيه كلها وفي منطقه الشرق الاوسط. هو كمنافسه هو الدوري الاقوى،
والافضل في كل نعم. في كل الاتجاهات، مع احترامي لكل الدوريات اللي موجوده حتى في الخليج، هو الاقوى. بس احنا عايزين نعرف ازاي يقدر يجيب فلوس، يعني ازاي يبقى هو اقتصاد. اولا يجب ان يكون عندك اتحاد كرة قدم قوي يستطيع ان يضع المعايير التي تحكم هذه المنظومة. النقطة الثانية، لازم يبقى عندك خطة كبيرة لعملية التدريب. النقطة الثالثة، لازم يبقى عندك علاقة وتحديد ومعايير في علاقتك مع الجماهير. دي نقاط مهمة جدا، لان انت اذا حطيت الضوابط دي هتقدر من خلاله ان تجتذب الجماهير. يعني احنا عندنا دوريات عربية لما بنيجي نحللها، عندنا دوري زي الدوري السعودي بيستخدم كم كبير من التقنية الحديثة في عملية دخول الجماهير وإدارة الجماهير ونظم وبيع تذاكر المباريات. ما ينفعش احنا لغاية 2015 لسه عمالين نبيع تذاكر المباريات من خلال كشاك امام الأندية وورق مطبوع والكلام ده كله. ما ينفعش. وفي الاخر تتباع في السوق السوداء. وفي الاخر في السوق السوداء. الامور مفيش حد بيبيع تذاكر كده مباريات في كرة القدم في العالم. خلاص انت عاوز، انت عندك دلوقتي نظام البيع الالكتروني، عندك نظام البيع عن طريق الموبايل، عندك نظام طريقه البيع عن طريق الايميل وعن طريق الانترنت، عندك نظم حديثه لازم انت تروح لها. لكن طول ما انت لسه بتبيع تذاكر وبتفكر في اداره جماهير وبتفكر في دخول المباريات بفكر سنه 60، مش هتقدر ان انت تحقق اي عائد اقتصادي. الدوري المصري اذا اتبع 5% فقط من المعايير المتبعه في دول كثيرة أقل مننا تنظيما، هنستطيع ان احنا نحقق من هذا الدوري عوائد رياضية اكبر مما حد يتخيلها. ولكن احنا للأسف بندير لسه منظومة كرة القدم بفكر الهواية، بفكر من 30-40 سنة. يعني الواحد لما بيجي يقارن هذا الدوري بدوريات اخرى، يعني احنا لا محتاجين كتير قوي يا استاذ محمد. محتاجين ان الناس يعني انت لغايه دلوقتي، يعني انا مثلا انا هخرج عن الموضوع بحته بسيطه جدا. اتفضل يا استاذ دكتور. انت لغايه دلوقتي انت في اختيارك للمدير الفني للمنتخب المصري، انت جبت حد محقق اخر انجاز حققه من 15 سنه. انت جبت حد بتتكلم في كم كبير جدا من المبالغ الماليه وفقا لمصر. يعني واحد بياخد 65,000 دولار. 65,000 دولار ايه يا جماعه؟ ده اقل واحد في اعلى 10 مدربين على مستوى العالم بيتقاضى 5 مليون يورو في السنه. بالظبط. يبقى انت ده تصنيفه ايه؟ فانت يعني انت على اي اساس بتختار؟ على اي اساس بتحدد شخص لمرحله يقود لانجاز؟ واخد بالك؟ احنا محتاجين ان احنا يعني محتاجين ان اعضاء مجالس ادارتنا تخرج بره، تخرج تتدرب. محتاجين كم كبير من تتعلم يا دكتور. تتعلم. انت قصدك انها تخرج تتعلم، تتدرب وتتعلم. لا تتعلم، تتعلم الفكر الجديد. لغايه دلوقتي احنا بنتعلم يا استاذ محمد. احنا حصلنا على اعلى الدرجات العلميه، لغايه دلوقتي بنروح ندوات وبنروح محاضرات وبنتعلم وبنقرا ونقعد قدام اساتذه ونتعلم. مش عيب ان انت تتعلم، لكن العيب ان انت تتكبر على العلم. تمام. طب بالعوده مره ثانيه للمؤتمر الاقتصادي يا دكتور محمد، يمكن من متابعتك لفعالياته النهارده، هل في اي وجود رياضي في هذا المؤتمر؟ هل في اي اهتمام بالملف الرياضي في مصر في هذا المؤتمر؟ هل في اي ترويج للملف الرياضي؟ كان نفسي وزارة الرياضة مع منظومة الإعلام المصري تتقدم باستراتيجية لمدة 5 سنوات تقول لنا ازاي نستطيع ان نحقق استثمارات رياضية من خلال اكتساب اعلام رياضي. ازاي وزارة الرياضة مع المؤسسة الإعلامية ازاي تدعم مؤسسات الإعلام الرياضي بحيث ان هي تبقى صناعة الإعلام الرياضي صناعة قوية، حقوق البث حقوق قوية، ما تبقاش الصناعة تقدر تتأثر بأي دوري يقف برامج تقف. مفيش كده في دولة، مفيش حاجة اسمها كده. من المفترض ان انا كدولة كوزارة رياضة اقدم استراتيجية، مش كل نادي رايح بمشروع. ما ينفعش كده للتخطيط في اي دولة. من المفترض انا كوزارة مسؤول عن المؤسسات الرياضية في دولتي، عندي رؤية 5 سنين 10 سنين. يعني انا اتبسطت جدا من عرض وزير الاسكان لما بنتكلم على 40 سنة قدام. تمام. احنا محتاجين ايه بعد 40 سنة هنعملها. انت كرياضة من المفترض ان انت تقدم كده. انا مفروض بعد 30 سنة عاوز الرياضة المصرية وعاوز مؤسساتي
سواء انديه رياضيه، سواء اتحادات رياضيه، سواء مؤسسات اعلاميه رياضيه، سواء حقوق بس، سواء مسابقات، عاوز يبقى شكلها عامل ازاي. توسيع القاعده الرياضيه بشكل عام اللي حضرتك كنت بتنادي بيها دايما، توسيع القاعده الرياضيه في مصر، لازم يبقى في خطه معينه محطوطه لتوسيع القاعده الرياضيه في مصر بشكل عام. بصفه عامه من المفترض ان انا كنت اتقدم باستراتيجيه، هذه الاستراتيجيه يتم عرضها ويتم حساب الاستثمارات الماليه التي تغطي تكلفه هذه الاستراتيجيه. اما ان كل مؤسسه تقدم مشروعها، اللي عايز يبني استاد واللي عايز بتاع، ده مش صح، ده مش صح في التخطيط للرياضه المصريه اذا كنا نريد ان نطور هذه الرياضه. نعم. في النهايه بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف دكتور محمد فضل الله، استاذ القانون الرياضي للجامعه الامريكيه في الامارات. دايما بتبقى معانا بارائك وتحليلاتك السديده. شكرا ليك يا دكتور محمد. انا عايز اعلق بس نقطه كده يا استاذ محمد، هو قالها دكتور محمد فضل الله، وهي نقطه مهمه جدا، ان في الاقتصاد في مصر حتى في الكوره ماشي، كل الانديه كل واحد بيفكر ان هو يبني استاد لوحده، بيفكر ان هو يعني يجيب فلوس ازاي واستثماراته من خلال عقود الرعايه، سواء بس فضائي او بيع التيشيرت او بيع الشورت او بيع الشراب، حاجات كتيره جدا ممكن انها تجيب حاجات. هو طبعا احنا بنتعامل دلوقتي بمنطق الهوايه وليس منطق الاحتراف. احنا مطالبين خلال سنتين من دلوقتي ان احنا يكون عندنا دوري محترفين. دوري المحترفين دوت بيتطلب اشياء مهمه جدا، ان كل نادي يبقى عنده ملعب بتاعه. يعني دلوقتي كل الانديه على فكره هنا تابعه لوزاره الشباب والرياضه، كل الانديه بتاخد دعم حكومي، بما فيها الاهلي بما فيها الزمالك بياخدوا دعم حكومي عشان يقدروا يمشوا لحد اصغر نادي موجود في الدرجه الرابعه. كل الانديه بكل الاتحادات ليها دعم من وزاره الشباب والرياضه. عشان توصل لمنطقه الاحترافيه يبقى عنده استاد بيتلعب عليه ماتشات وبيدخل له فلوس. كل الانديه ما فيش الكلام دوت، كلنا بنلعب على استاد القاهره، على استاد اسكندريه، على استادات القوات المسلحه، سواء كليه حربيه او الدفاع الجوي او الجيش اللي في برج العرب، ما عدا نادي الجونه يمكن هو اللي عنده الاستاد الخاص بتاعه. لا، هو نادي الجونه ووادي دجله هم دول اللي عندهم استادين اللي هم ممكن يقدروا يطبقوا دوري المحترفين. وعلى فكره انديه القوات المسلحه تقدر برضه تطبق دوري المحترفين، انديه المؤسسات تقدر، يعني انبي عنده بترو سبورت وبتروجيت عنده بترو سبورت، بس ده تابعه لهيئه ومؤسسه حكوميه اللي هي هيئه البترول. اللي انا عايز اوصله لحضرتك، يعني اذا كنا نادي الزمالك والنادي الاهلي بعتوا مندوبين عشان يحضروا المؤتمر الاقتصادي، فاحنا فعلا وكلام الدكتور محمد لازم اتحاد الكوره الناس تطلع بره وتتعلم. يعني في ازمه موضوع مجزره بورسعيد وان 72 من جماهير النادي الاهلي ضاعت هناك، راحوا مؤتمر الامن الرياضي في سويسرا. اتحاد الكوره، ناس من مجلس اداره اتحاد الكوره راحت وما طبقتش حاجه من اللي راحته، يعني بقى لهم سنه ونص. يعني مجلس اداره اتحاد الكوره ده من سنه ونص بعتوا مندوبين من اعضاء مجلس الاداره عشان يحضروا مؤتمر الامن الرياضي في سويسرا، الى الان ما طبقش اي حاجه منها، واحنا بنلعب دوري لتاني سنه من بعد مجزره بورسعيد. للاسف الشديد احنا هنا اداره المنظومه الرياضيه في مصر هي اداره خاطئه. مجلس اداره اتحاد الكوره لا يوجد به الشخصيه المقنعه للدوله او مقنعه للوزاره نفسها علشان يقدر يرجع مسابقه مهمه زي مسابقه الدوري. هو يعني بص انا بقولها بالبلدي كده يا استاذ محمد، ان مجلس اداره اتحاد الكوره دوت لو قعد 50 سنه يخش 50 مره الانتخابات يفشل ويسقط سقوط ذريع. احنا محتاجين الشخصيه الحاسمه، الشخصيه القويه اللي عندها كميه العلاقات او كميه الاقناع. مش هنتكلم بقى في علاقات، كميه اقناع للدوله بمؤسساتها، ان انا اقدر اقنعه ان انا عندي سلعه مهمه زي الدوري العام تقدر تجيب فلوس، تقدر تنمي اقتصاد موجود، تقدر ان هي يعني تصرف على الانديه والانديه تقدر تصرف على نفسها. حد عنده فكر مختلف يقدر يطبق على ارض الواقع، ويقدر يلاقي له بدايه يطبقوا منها، يعني بدايه معينه. هي اقصى حاجه عملها مجلس اداره اتحاد الكوره الحالي دلوقتي ان هو اتكتب في السي في كل واحد فيهم عضو سابق في مجلس اداره اتحاد الكوره، هو ده المكسب اللي هم طلعوا بيه. انما احنا استفدنا منهم ايه؟ مفيش. يعني حتى في حكايه اختيار المدير الفني الاجنبي، وده شيء مهم جدا. ازاي يعني هو مبدئيا هيكتور كوبر دوت انا شايف ان هو مدير فني عالمي، مدير فني عالمي. يعني راجل درب في اكبر انديه العالم، درب في ايطاليا، درب في اسبانيا، درب حتى في المنطقه العربيه، درب عنده سي في هايل جدا، لكن لا يمتلك خبره التدريب في افريقيا. والتدريب في افريقيا هو اصعب انواع التدريب، لان احنا بنتعامل مع مدارس مجهوله. بمعنى ان العالم كله دلوقتي متفتح في الساتلايت على الانترنت، يقدر ان هو تعرف كل كبيره وصغيره عن اي فريق وتشاهد له كمان. انما في افريقيا في دول في افريقيا ما فيش عندها وسيله الاتصال السهله او اللي تقدر تجيب عنها. يعني النادي الاهلي، عايز اقول لك حاجه، يعني لما نيجي نتكلم في افريقيا، النادي الاهلي ما عندوش معلومات عن فرقه الجيش الرواندي. النادي الاهلي بعت يشتري بفلوس، يشتري ماتشات للجيش الرواندي عشان يقدر يتفرج عليها قبل ما يلاعب الجيش الرواندي. يعني تخيل حجم المأساة. فاحنا بنجيب مدير فني عالمي بندفع له
المبلغ الكبير اللي هو هياخده غير مساعدينه، ورغم كده ما عندوش خبره افريقيا، وخبره افريقيا دي خبره مهمه جدا. يعني انا كان في اعتقادي لو احنا جبنا مدير فني محلي زي الكابتن حسن شحاته مثلا، زي ما كتير من الاصوات والاراء كانت بتقول قبل اختيار المدير الفني، عشان هو عنده يجب ان يكون الخبرة. مصري، سواء كابتن حسن شحاته او غيره من الاسماء، بس كان لازم يكون مصري في المرحله دي، ويمتلك خبره اللعب في افريقيا، سواء كلاعب او كمدرب، وده شيء مهم جدا. يعني وبعدين هيكتور كوبر، ازاي يتم التعاقد مع هيكتور كوبر وما فيش دوري في مصر؟ يعني انت ما تقدرش تتعاقد مع الراجل دوت غير لما يكون في كوره في مصر. ما فيش كوره في مصر يبقى ملهوش لازمه، لانه هيتفرج على 4 فرق. احنا عندنا اهلي وزمالك وبتروجيت وسموحه، 4 فرق بيلعبوا في مسابقات افريقيا المختلفه. ال4 فرق دول بكل ما يقدروش ان هم يبنوا منتخب قوي. يعني احنا كنا متعودين دايما ان المنتخب قائم على لعيبه الاهلي والزمالك مع التطعيم ب2 3 من الاسماعيلي، او 1 من الاسماعيلي، 1 من الاتحاد السكندري، لكنهم ليسوا اساسيين. قليل جدا من لعيبه الانديه الاخرى بره الاهلي والزمالك اللي هو كان بيبقى لعيب اساسي في منتخب مصر. بالظبط، كل المنتخب قائم على المحترفين. يعني منتخب الاهلي والزمالك مطعم بالمحترفين، بس هو ولا يعني حتى المحترفين عندنا مش هم الاساس، بل احنا بنعتمد على لعيبه الاهلي والزمالك. فهو يعني اتحاد الكوره متصور ان هو ممكن عشان الاهلي والزمالك بيلعبوا في افريقيا، هو بالتالي هو يقدر ان هو يفرز منتخب قوي. هو على العكس تماما، احنا المنافسات والاحتكاك اللي موجود قصاد عين المدير الفني هي اللي تقدر تفرز المنتخب القوي. لكن ان انت تنيك تعتمد على ان انت تتفرج على ان الاهلي والزمالك هيلعبوا كل شهر ماتشين في افريقيا، فنقدر ان احنا نستوعب ناس جديده من هنا ومن هنا. على العكس انت كده ظلمت كل لعيبه الانديه الاخرى. في لعيبه كل اقصى طموحها يعني ان هي تلعب في منتخب مصر، وفي لعيبه طموحها توقف عند ان هي تلعب عند الاهلي والزمالك. يعني ممكن لعيب يبقى نجم في فرقته ويروح الاهلي والزمالك يطفي، ما يبقاش له نفس اللمعان اللي كان في النادي بتاعه قبل ما يبقى موجود فيه. وانا هضرب لحضرتك مثال، واحد زي عبد الله السعيد، هو واحد من امهر اللعيبه اللي موجوده في مصر، لكن عبد الله السعيد كان نجمه عالي ولامع في النادي الاسماعيلي، وكان بيروح منتخب مصر على الاساس دوت، بس ما كانش بيلعب في منتخب مصر. لكن لما راح النادي الاهلي طموحه توقف، لا احنا شايفينه في النادي الاهلي ولا شايفينه في منتخب مصر. وده كله بسبب ان المنظومه الرياضيه في مصر منظومه غير متكامله وغير احترافيه، واحنا عشان نوصل للمرحله دي احنا محتاجين وقت طويل جدا. يعني انت متخيل حضرتك ان الفيفا ممكن تمنع منتخب مصر ان هو يلعب في كاس العالم، في منافسات كاس العالم في 2018؟ التصفيات نفسها ممكن تمنعنا لو احنا ما طبقناش دوري المحترفين، ممكن تمنع الاهلي والزمالك ان هم يشاركوا في بطولات افريقيا لو ما طبقوش دوري المحترفين. كل نادي لازم يستوفي الشروط الموجوده في دوري المحترفين، حتى لو مش هيبقى عنده الاستاد بتاعه هيبقى شرع في بنائه. هي اهم شروط غير وجود استاد خاص بكل نادي يعني. شركه كره القدم دي اهم حاجه، ان كل نادي بيبقى عنده شركه كره القدم. يعني بيقول لك ايه، فصل الرياضه عن الدوله. يعني كل نادي يبقى مفصول تماما يا استاذ محمد عن الدوله، ما ياخدش منه دعم، هو نادي قائم بذاته. حتى كده لو حضرتك ممكن تسمع في اوروبا يقول لك ايه، ده نادي هيفلس. فالنادي عند رابطه انديه المحترفين، يعني نادي كاليلاري في ايطاليا هو فلس، فاضطروا يقرضوه 100 مليون يورو علشان خاطر يقدر يكمل الموسم لاخره. ده رابطه انديه المحترفين في ايطاليا هي اللي عملت كده، مش الدوله. احنا هنا في مصر هنا النادي لما يفلس يروح مثلا وزاره تبعت له 150,000 جنيه. 150,000 جنيه ما يعيشوش فرقه بتلعب في الدوري الممتاز اكتر من 5 ايام، ما تعيشوش اكتر من 5 ايام فعلا. فانت عندك اول حاجه ان هو بيبقى عنده شركه كره القدم، وشركه كره القدم دي بتبقى شيء مهم جدا، تخليه شركه قائمه بذاتها، والنادي الاهلي قدم عليها ونادي الزمالك قدم عليها. يعني الشركه دي دورها ان هي اللي تصرف وتمول النادي، تمول الفريق. ما هو دلوقتي شركه كره القدم دي بتعمل ايه؟ هي بتقيم الصفقات كمان، بدل ما يبقى في مزايده على اللعيب توصل 10 مليون و12 مليون زي ما حصل في وقت من الاوقات، ان في لعيب يبقى ب 7 و8 مليون في عز ما فيش فلوس، والاهلي والزمالك بيتخانقوا على لعيب. انت هتقدر تقيم ان انت عندك لعيب في الفرقه بتاعتك افضل من اللي انت ممكن تشتريه ب 7 8 مليون، يوفر لك 7 8 مليون دول تقدر تصرف بيهم على الفرقه. تقدر انت تجيب السبونسر القوي للتيشيرت وجميع الملابس الرياضيه للاعيب في الملعب، الاعلانات الملعب نفسها، البث وعقود الرعايه بتبقى كل نادي لوحده، مش هيبقى التسويق للبث الفضائي جماعي، هيبقى التسويق فردي. فيها مميزات كتيره جدا الانديه نفسها مش قادره تعيها. يعني الانديه في مصر مش قادره تعيها، لان المنظومه اصلا اللي بتدير الكره في مصر هي مش قادره تدير صح. طيب هو الحقيقه الكلام ممكن ما يخلصش في الموضوع عشان حضرتك بس ربطت المؤتمر الاقتصادي بس بالظبط، ولكن اعتقد ان الرياضه لوحدها محتاجه مؤتمر اقتصادي مستقل بذاته عشان الناس تلتفت لاحوال الرياضه في مصر والفرص اللي ممكن يتم استثمارها في الرياضه
عشان يبقى في رياضه حقيقيه في مصر زي ما احنا كلنا بنتمنى يعني. من خلال حجم العماله اللي شغاله من ورا الكوره ومن ورا الرياضه في مصر. حضرتك انا بقول لحضرتك 5 مليون بني ادم يعني شغالين من ورا الكوره، تقدر حضرتك تربطها بالاقتصاد على طول. مش محتاج يعني، ده استكمالا لكلام حضرتك. بالظبط. خلينا بذكرنا للانديه والاهلي والزمالك نروح لمشاركتهم في البطولات الافريقيه. ويمكن الاهلي بتنتظر مباراه يوم السبت النهارده يعني كمان بضع ساعات مع الجيش الرواندي في تصفيات دوري الابطال الافريقي. انت كنت لسه بتقول ان الاهلي ما عندوش فكره عن الجيش واضطر يشتري ماتشات بالفلوس عشان يقدر يتابع ويشوف الفريق اللي هيواجهه. وصفك للمباراه او توقعاتك للمباراه بشكل عام، هل الاهلي هيقدر يحقق الفوز في المباراه دي؟ بص، هو يعني لا يجب ان نكون منصفين. النادي الاهلي هو اقوى نادي موجود في قاره افريقيا. حتى لو الدوري واقف، الدوري في مصر ما بيتلعبش، حتى لو منتخب مصر في اصعب حالاته وفي اقل حالاته، هو النادي الاهلي دايما هو النادي الاقوى في افريقيا. ما انا عشان كده قلت لحضرتك ان افريقيا نفسها يعني مجهوله بالنسبه لنا، ومجهوله بالنسبه للاعلام، ومجهوله للانديه. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه. جهاز الكوره سافر، كابتن وائل جمعه هو مدير الكره في الجهاز الفني، سافر قبل ما النادي الاهلي يسافر بيومين علشان خاطر يقدر يجيب شرايط يتفرج عليها الجهاز الفني. يعني احنا ما قدرناش نتواصل مع السفاره المصريه هناك ان احنا نجيب شرايط نقدر ان فرقه الاهلي تذاكر فرقه الجيش الرواندي كويس، رغم ان الجيش الرواندي ده الزمالك كسبه 5 هنا في استاد القاهره قبل كده. يعني هو الفرقه مش فرقه قويه، النادي الاهلي قادر ان هو يكسب بره ارضه ويكسب سكور كمان، يعني ممكن يكسب 2 ويكسب 3 ويريح نفسه في دور ال 32 ويضمن الصعود مبكرا قبل مباراه العوده، لان مباراه العوده هنا ما فيش حد ضامن هتتلعب فين. يعني اصل النادي الاهلي لو مخلصش الماتش بدري في رواندا، احنا هنا الزمالك بص لحد امبارح ما حدش كان يقدر يقول ماتش الزمالك مع راين سبورت هيتلعب فين. لحد امبارح الماتش هيتلعب يوم الاحد اللي هو الماتش هيتلعب الحد، هيتلعب في الجونه خلاص، ما خلاص هم خلاص سافروا على الجونه. بس لحد امبارح ما كانتش جت، يعني كان يقول لك هيتلعب في استاد الجيش اللي في السويس، لا ده هيتلعب في استاد عجروت، لا ده هيتلعب هنا في الدفاع الجوي، لا ده هيتلعب في الجونه. كل ده كله محدش قادر يقول، فلازم وده كله على فكره ده بيأثر اثر سلبي على لعيبه الزمالك. هل ده كان بسبب الموافقات الامنيه وخلافه من التصاريح ما احنا دلوقتي البلد في ظروف صعبه من الناحيه الامنيه، زائد عندك المؤتمر الاقتصادي، والمؤتمر الاقتصادي موجود في مصر، فمن الصعب ان ممكن نامن اي حاجه. احنا دلوقتي تركيز المصريين كله في انجاح المؤتمر الاقتصادي. هل الناس هتفكر في الكوره؟ لا، انا عايز اكون منطقي في كلامي. فحتى بس احنا عندنا دلوقتي منافسه صعبه جدا للاهلي والزمالك والبتروجيت والسموحه في بطولات افريقيا، فلازم الزمالك تتوفر له ملعب يتلعب في المباراه، لان دي بالنسبه للزمالك لو ما لعبش الماتش او انسحب من البطوله هيقعد سنتين ما يلعبش في بطوله افريقيا تاني. وده خساره برضو على نادي الزمالك. ما هو نادي الزمالك خلي بالك برضو ايه هدفه بطوله افريقيا، هدفه ال 2 مليون دولار. يعني نادي الزمالك هو داخل البطوله ديت عايز ياخد البطوله عشان يعوض الصرف اللي اتصرف. نادي الزمالك صرف 50 مليون جنيه لحد دلوقتي، ونادي الاهلي نفس الموضوع صرف 50 مليون جنيه علشان يلاقي مردود اخر السنه، سواء دوري سواء كاس سواء بطوله افريقيا سواء سوبر افريقي سواء سوبر محلي، كل البطولات اللي بيشارك فيها. فانا اللي انا عايز اقوله ان فرقه النادي الاهلي لازم تخلص هناك قبل ما نستنى الماتش العوده. النادي الاهلي عنده من الخبرات لعيبه مهمه جدا وخبرات عاليه جدا جوه الملعب تقدر انها تحسم ماتش الجيش الرواندي، لان ده نادي بلا تاريخ. يعني الجيش الرواندي اذا كان هو بطل رواندا فهو منتخب، ونادي منتخب رواندا غير مصنف على مستوى قاره افريقيا، غير مصنف مبدئيا. ولما بيروح يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، منتخب رواندا ده كويس على مستوى الناشئين، انما على المستوى الاحترافي اللي هو المنتخب الاول غير مصنف نهائي. يعني في المنافسات الناشئين في كاس افريقيا للشباب كاس افريقيا للناشئين هتلاقي منتخب رواندا دايما ممكن يلعب قبل نهائي وممكن يلعب دور الثمانيه، لكن في نفس الوقت ما يلعبش المنتخب الكبير بتاعه ما يوصلش افريقيا اصلا. لكن على مستوى الانديه هو برضو نفس الموضوع، دوري ضعيف جدا جدا جدا. النادي الجيش الرواندي هو بطل الدوري هناك، بيقابل النادي الاهلي هو بطل الدوري المصري. النادي الاهلي عنده خبرات مهمه من اللعيبه، عنده شريف اكرامي، عنده حسام غالي، عنده عبد الله السعيد، عنده حسام عاشور، عنده العائد بقوه، حسين السيد برضه دخل جوه الفرقه كويس. عنده لعيبه مهمه جدا وعندها خبرات عاليه وعنده حماس وعنده اسمه الكبير في قاره افريقيا اللي هو يخلي اي حد يخاف منه. تمام. كان في تصريحات يمكن من مدرب الجيش الرواندي، يعني التصريحات انتشرت في بعض وسائل الاعلام انه هيستطيع ان يهزم الاهلي بسهوله وهيقصيه من البطوله. ده ممكن ياثر بالسلب على نفسيه لاعبي الاهلي؟
انا قلت لحضرتك ان لعيبه الاهلي، فرقه الاهلي عندها لعيبه خبرات، والخبرات دي على فكره هو النادي الاهلي مش بيتميز ان هو عنده لعيبه وبس او عنده لعيبه كويسه، عنده لعيبه خبره تعرف تتعامل في المواقف الصعبه. يعني مثلا لو لعيبه الاهلي لعيبه صغيره في مين السن، اهم لعيب الخبره في الاهلي مع الوضع في الاعتبار يمكن ان في السنه او السنتين الاخيره كل اللعيبه الكبار وكل اللعيبه التقال واللعيبه الخبره الحقيقيين اللي كان بيعتمد عليهم الاهلي اعتزلوا سابوا الفريق. هو انت اخر 3 سنين النادي الاهلي مر بهزه احترافيه، بهزه الخبره. يعني تلاقي فجاه وائل جمعه اعتزل، قبليه بركات ابو تريكه. طبعا ده في حد ذاته بالنسبه له يعني هزه جامده معوض احمد فتحي يسيب الفريق. يعني كل العمدان فعلا 6 7 لعيبه. اي فرقه يعني تتعرض لهزه زي ديت لازم تقع بالزبط. يعني ما تنافسش اصلا. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه، النادي الاهلي هو ليه نادي كبير. يعني انا بقول لحضرتك ليه هو نادي كبير؟ علشان الانديه الكبيره اللي بتنافس على بطوله لازم يبقى عندها البديل الكفء 1 و2، ولازم البديل اللي قاعد لحضرتك. يعني هو ليه انا بعمل تغيير؟ علشان اكسب. يعني اي مدير فني بيعمل تغيير عشان يكسب، يبقى لازم البديل النازل ده افضل من الاساس اللي موجود في الملعب، بل هو ورقه استراتيجيه موجوده جنبي على دكه البدلاء. النادي الاهلي عنده الموضوع دوت، يقدر ان هو يتغلب على الموضوع ده بسهوله. يعني انا اقول لحضرتك على حاجه، الخبره في افريقيا شريف اكرامي، حسام غالي، حسام عاشور، وليد سليمان، عبد الله سعيد، كل دول، عماد متعب، كل دول قدروا ان هم ياخدوا بطوله افريقيا مع النادي الاهلي قبل كده مره واثنين. فدول عندهم الخبرات اللي تقدر تاخد بايد اللعيبه الصغيره او اللعيبه الجداد اللي في الفرقه وتقدر انها تعديهم للماتش دوت. بس عايز اقول لك تصريحات مدير فني الجيش الرواندي هي للاستهلاك. لان انا بقول لحضرتك يعني وان شاء الله يجمعني بحضرتك لقاء تاني، النادي الاهلي اقل حاجه ممكن يكسبها هناك 2 ويرجع، بس لو يقدر يتغلب على الرطوبه العاليه. يعني الرطوبه هناك عاليه جدا ودرجه الحراره عاليه. فلو النادي الاهلي طبعا بخبرته وبخبره لعيبته يقدر ان هو يتغلب على الظروف الصعبه ديت، هيرجع بسكور مش هيرجع كسبان بس. طيب زي ما الاهلي عنده خبرات وزي ما حضرتك بتقول، لانه برضه عنده بعض المشاكل في بعض الخطوط، خصوصا يمكن خط الدفاع. ازاي هيقدر يتغلب على عيوب خط الدفاع بكره وضعف خط الدفاع فيه؟ هو بص انا عاوز اقول لك حاجه، خط دفاع النادي الاهلي مش كوارث. يعني هو خط دفاع النادي الاهلي هو يعني متوازن، بس مشكله المدير الفني ان هو بيلاعب الاربعه على خط واحد. يعني في ناس دايما تقلل من مستوى جاريدو او تقول على ان جاريدو مدير فني النادي الاهلي هو مدير فني سيء. لكن انا على العكس تماما، انا مقتنع جدا جدا بامكانيات جاريدو هذا المدرب اللي جه النادي الاهلي وهو كان بيدرب فيا ريال في اسبانيا. فانت جايب مدرب لعب في الليجا الاسبانيه جاي تلعبه في مصر مع الفارق الكبير ما بين المنافسات في مصر والمنافسات في اسبانيا. انا شايف ان المدير الفني جاريدو ده، ودي حاجه مهمه جدا لازم ااكد على مع حضرتك نقطه جاريدو دي بالذات، ان جاريدو بيلعب بطريقه النادي الاهلي وليس بطريقه الخصوم. في مدربين كتير بيتفرجوا على الفرق فيقول لك انا هلعب قصاد الخصم بطريقته هو. يعني شوف هو بيعتمد عليه، اقفل له مفاتيح اللعب بتاعته بعد كده ابدا اهاجم. ودي حصلت مع مدربين كبير ومدربين كبار ومدربين عظام في مصر، خلي بالك، ومدربين عظام اجانب جم دربوا في مصر. لكن جاريدو بيقول لك انا النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، اكبر نادي في مصر، بيلعب بطريقته هو وبيجبر المدير الفني اللي قدامه ان هو يلعب على طريقته. ودي حصلت في ماتشات كبيره. بقول لك على بس حاجه، يمكن دي برضو بتواجهها شويه مشاكل عند جاريدو، مشكله ان هو بيلعب بضغط طول المباراه بطريقه النادي الاهلي، ان دي بتبقى محتاجه يمكن لياقه بدنيه عاليه من اللعيبه، وده يمكن اللي مش موجود قوي في اللعيبه المصريين. يعني دايما بيجوا في اخر الشوط الثاني اخر المباراه يبتدوا يستهلكوا، يبتدوا لياقتهم تقل. لا انا اختلف معاك هنا بس يا استاذ محمد، ان النادي الاهلي البطولات اللي خدها او الماتشات الحاسمه اللي لعبها زي نهائي الكونفدراليه، هو الجون جاي في الوقت بدل الضايع 93. يعني معنى كده النادي الاهلي بيهاجم لحد الدقيقه الاخيره. فمعنى كده هو مش واقع بدنيا. النادي الاهلي لما في ماتش وفاق سطيف الجون اللي جابه عماد متعب برده كان في الثواني الاخيره من الوقت بدل الضايع برده جابه. يعني معنى كده ان النادي الاهلي مش هو فعلا اللياقه البدنيه بتاعته قليله ضعيفه، بس هو الحد المدير الفني بيقدر يوزع مجهود لاعيبته على الشوطين. يعني انت مثلا لو تلاقي ان عماد متعب ما يقدرش يلعب ال 90 دقيقه كامله، فبينزله اخر ربع ساعه او اخر ثلث ساعه يقدر ان هو يستفيد من المجهود البدني بتاعه. يبقى هو راجل من الناحيه الفنيه مدرب عالي جدا، من الناحيه التكتيكيه والناحيه الخططيه يقدر ان هو يعمل التغيير اللي يقلب الماتش. يعني لما شفت في ماتش نهائي بطوله كاس السوبر الافريقي ما بين الاهلي وفاق سطيف، متعب لما جاب جون رغم ان النادي الاهلي خسر ضربات جزاء، لكن اللي جاب الجون عنصر الخبره. بس مش عايزين حاجه احنا مش عايزين حاجه من متعب غير ان هو يجيب اجوان. بالظبط. نتمنى كل التوفيق بالتاكيد لفريق الاهلي بكره في مباراته المهمه واللي يمكن محتاجين الفوز فيها عشان نرتاح في مباراه العوده.
ان شاء الله. خلينا نختم بمباراه الزمالك مع رايون سبورت الرواندي، ولكن قبل ما نختم بيها نتكلم عن مشاركتين ايضا للفرق المصريه، وهم لقاء بتروجيت مع ديجليبا المالي ولقاء سموحه مع انيمبا النيجيري. هو الماتشين دول انا عايز اقول لك بص، فرقه سموحه وفرقه بتروجيت هم ليس لهم اي خبرات في بطوله افريقيا. حتى لما اتفرجت على فرقه سموحه الايام ديت هي اضعف من سموحه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، رغم العناصر الكويسه اللي كانت في سموحه ومشت ليست عناصر كبيره. وتغيير الاجهزه الفنيه لسموحه ثلاث مدربين ده ياثر على مشوارهم في بطوله افريقيا. لكن انا مستقبل سموحه في بطوله افريقيا هو مستقبل مجهول وغامض جدا، يعني ما عندوش الخبرات وما عندوش اللعيبه الثقيله. يعني ممكن اقول لك ان بتروجيت ممكن يكمل شويه، لان بتروجيت عنده المواجهات بالنسبه له اسهل من مواجهات سموحه. سموحه عنده انيمبا ده بطل دوري الابطال قبل كده ولعب في كاس العالم للانديه. يعني ده فرقه بتنافس الاهلي على ان هي توصل للمباراه النهائيه وتاخد البطوله. ايه اللي ممكن يستفيده سموحه من التجربه الافريقيه في المرحله دي، يعني حتى لو ما حققش انجازات او مكاسب، ايه اللي ممكن يستفيده من البطوله؟ استفادته ان هو يجهز لعيبته للدوري اذا الدوري رجع، يعني اذا بطوله الدوري العام رجع، ان هو يقدر يقف على رجليه تاني وينافس في الدوري المحلي. طيب. اذا ما كان سموحه السنه اللي فاتت منافس قوي. بالنسبه لبتروجيت انا اتوقع ان مشوار بتروجيت هو المشوار الاسهل. ديجوليبا المالي معاهم مدير فني كويس كابتن رمضان السيد، فانا اتوقع ان هو يقدر يمشي كويس ويقدر ان هو يتخطى دور ال 32. بالنسبه لفرقه الزمالك عن الزمالك ومواجهته برضه يوم الاحد مواجهه مهمه امام راين سبورت الرواندي. وخليني قبل ما اسالك عن توقعاتك للمباراه، انت رايك في التجربه الجديده لنادي الزمالك مع القياده البرتغاليه الجديده فيريرا؟ والله انا بس هو البرتغالي فيريرا دوت، انا للاسف انا ما اتفرجش على ولا ماتش له ولا تمرين له. فاول مره هتفرج عليه هو مباراه راين سبورت. هو راجل قفله صعبه جدا. هو الحقيقه كان عامل حاله من التعتيم والسريه الرهيبه على التمرين، حتى يمكن اعضاء نادي الزمالك واداريين نادي الزمالك مش مسمح لهم ان هم ولا مجلس الاداره ولا مجلس الاداره فاحنا مش هنعرف نكون عنه انطباع يعني كده. بس انا اتصلت بكذا لعيب في فرقه نادي الزمالك ولاعيبه كبار ولاعيبه صغيره، الكل شكر فيه وقالوا لي ان اهم حاجه ان هو كورته هجوميه. فخلي بالك ان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور هو عايز حاجه واحده، عايز المدير الفني الجديد اللي يجي يعني ايه يبقى عايز يكسب، مش عايز يطلع بالمباراه لبر الامان. يعني كذا مره كان قصاد نادي الزمالك ان هو يكسب بسكور ماتشات كبيره زي ماتش السوبر قصاد النادي الاهلي في بدايه انطلاقه الموسم دوت، زي مباراه الاهلي والزمالك لما كان موجود محمد صلاح على راس الجهاز الفني وكان هو قائم باعمال المدير الفني. نادي الزمالك ما قدرش يحقق الفوز في ماتشين مع النادي الاهلي علشان خوف المدربين من اسم النادي الاهلي. فلازم عشان كده نادي الزمالك قرر ان هو يجيب مدير فني اجنبي. وحتى لما باتشيكو مشي وجه فيريرا كان مصر ان يبقى التعاقد مع مدير فني اجنبي علشان يقدر يلعب كره هجوميه. ما هو الزمالك يعني انا متوقع ان الزمالك يكسب 5. انا متوقع كده ان الزمالك يكسب 5 هنا مع حجم اللي انا سامعه عن الراجل. بس انا هقدر اكون صوره عنه وصوره من الناحيه الفنيه زي ما انا اديت لحضرتك صوره فنيه عن جاريدو، هقدر اديك صوره فنيه عن فيريرا من خلال مباراه راين سبورت. تمام. خلينا نعرف اكتر عن كواليس مباراه الزمالك. معانا من الجونه الاستاذ احمد شوقي الناقد الرياضي بجريده الوطن عبر الهاتف. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك استاذ محمد وبرحب باستاذ محمد غالي. اهلا بيك. يمكن انت موجود مع فريق الزمالك دلوقتي في الجونه وتحدد اخيرا استاد الجونه هو اللي هيقام عليه المباراه. يعني عرفنا اكتر عن استعدادات فريق الزمالك وكواليس تدريباته، هل تم التدريب بالفعل ولا لا؟ الزمالك قاد النهارده اول تدريب على ملعب الجونه الرئيسي استعدادا لمواجهه المباراه المقرر لها يوم الاحد في 3:15 عصرا بتوقيت القاهره. تدريب الزمالك كان استغرق حوالي 90 دقيقه، حوالي ساعه ونص. فيريرا قبل بدايه التدريب حرص ان هو ينزل يلف حوالين الملعب وينزل النجيله يشوف النجيله، خصوصا ان هو كان شاف شرايط وكان ابدا انزعاج كبير من ارضيه ملعب الجونه. لكن هو لقى ان الملعب بشكل اتحسن بشكل كبير من وجهه نظره. برضه ما وصلش الشكل مأمول ليه، لكن بيقول ان هو الافضل في ظل الظروف الحاليه نتيجه الظروف اللي بتمر بها البلد. تم نقل المباراه اكثر من مكان لغايه ما استقرت في الاخر للجونه. الزمالك بكره هيختتم استعداداته في الساعه 4:30 على نفس الملعب، برغم ان المباراه هتتلعب الساعه 3:15، لكن بكره ده ميعاد الرسمي وفقا للقواعد. هل فيريرا هيسمح للصحفيين والاعلام بحضور التمرين ولا لسه برضه؟ النهارده كان قافل جدا، كان ممنوع دخول اي حد. في محاولات بكره ان يتم الفتح 10 دقائق للاعلاميين، لكن حتى الان لم يعلن موقفه النهائي سواء بالموافقه او بالرفض لدخول الاعلاميين للمباراه. فريق رينو سبور النهارده اتمرن اول تمرين ليه على ملعب الفرع في الجونه، كان ميعاد التمرين الساعه 2 لكنه قام بتاجيله لغايه الساعه 5
نتيجه الارهاق الكبير. يمكن الفريق ده بيحتل المركز الثالث في الدوري الرواندي. كان لاعب مباراه من حوالي اسبوعين قدام الجيش الرواندي اللي هو هيقابل النادي الاهلي، خسر بنتيجه 4-0، وكانت اخر مباراه ليه كانت تعادل 0-0 قبل ما يجي الى القاهره. الفريق المدير الفني الحالي بتاعه هو مدير فني مؤقت، كان بتعيينه اسمه ميهاندي سوستيتم. ما عندهمش محترفين غير محترف واحد بس من بوروندي اسمه بيالو، ده لعيب ديفندر في نص الملعب. بشكل عام هي فريق مش فريق كبير، من الفريق القوي اللي يقلق نادي الزمالك، لكن بشكل عام الفرصه قدام نادي الزمالك ان هو يعمل مباراه جيده، تبقى انطلاقه افريقيه، خصوصا ان دي اول مباراه رسميه لفيريرا بسبب ان هو لم يتولى الفريق من قبل في اي مباراه بعد طبعا احداث توقف الدوري عقب احداث مباراه الدفاع الجوي. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد شوقي الصحفي الرياضي بجريده الوطن، وبالتاكيد بنتمنى كل التوفيق لفريق الزمالك وكل التوفيق ليك والبعثه الاعلاميه المرافقه للفريق. وارجع لك تاني استاذ محمد سريعا عشان وقت الحلقه يعني قرب ينتهي. توقعاتك للمباراه وشايف ايه اهم مفاتيح لاعب الزمالك دلوقتي؟ هقول لك على حاجه، يعني فيريرا برضو مش هيبقى ساحر يعني علشان خاطر هيلعب في التشكيل ويعمل فرقه جديده لفرقه الزمالك. هي فرقه الزمالك يعني يعتبر معروف كل اللعيبه اللي فيها، يعني انا ممكن ادي لحضرتك ملامح التشكيل. احمد الشناوي هيبقى جون، قدامه الباك ليفت احمد سمير، وفي الباك رايت هيبقى موجود حازم امام الصغير. على فكره يعني بس عفوا انا بعد ما اقول لحضرتك التشكيل هيبقى يعني ممكن بيبقى موضوع عمر جابر هل موجود جوه ال 18 او بره ال 18 ده هيبقى مشكوك فيه، بس اللي انا اعرفه ان عمر جابر مش هيبتدي المباراه. يعني عشان نكون صراحه ممكن يخش ال 18 بس مش هيبتدي المباراه. هيبقى موجود ديفندرين في نص، يعني هيبقى موجودين 2 سردباكات اللي هم قلبي الدفاع، هيبقى علي جبر واحمد دويدار. هيبقى موجود ديفندرات في نص الملعب، هيبقى موجود رقم 1 هيبقى موجود طارق حامد، وده هيبقى الديفندر المحور الاساسي. هيبقى موجود في الهجوم على الاقل هيلعب ب2 فراوده، هيبقى موجود احمد علي، وهيبقى موجود باسم مرسي واحمد عيد عبد الملك تحتهم كصانع لعب. الاهم في كده انا عايز اقول لحضرتك ان فيريرا هيلعب ب2 فراوده، وده يعني نادي الزمالك لما كان يعني مباريات قليله جدا لعب بها ب2 فراوده كان بيجيب اكتر من جول. يعني لما كان بيلعب كره هجوميه، لما ما كانش بيلعب غير بفرود واحد كان بتبقى المباراه يا بتطلع درون يا الزمالك بيخسر. انما الزمالك لما بيلعب كره هجوميه كل اللعيبه اللي يعني 8 من اللي انا قلتهم لحضرتك موجودين في الملعب، النزعه بتاعتهم نزعه هجوميه. ففيريرا فعلا لو كان هيلعب كره هجوميه، وده اللي هنشوفه يوم الاحد ان شاء الله بكره ان شاء الله، يبقى انا اتوقع ان الزمالك لن يكون السكور بتاعه عن 5. يعتبر ان ده اول اختبار حقيقي فيريرا مع فريق الزمالك. اول مباراه رسميه. اول مباراه رسميه له. ده اختبار حقيقي للمدرب ولا برضه فريق راين سبورت مش من الفرق اللي ممكن نقول ان هي حرجه لفريق الزمالك؟ لا انا اختبار حقيقي فريق الزمالك. لا انا ما اقدرش اقيم فيريرا من مباراه الحد. يعني مباراه راين سبورت ما اقدرش احكم عليه، انا ما اقدرش احكم عليه غير اخر السيزون. يعني لما نشوف لو ما فيش دوري ويقدر ان هو راين سبورت اسمه ده فيريرا يعدي مباراه، يعدي دور ال8، يعني يعدي دور المجموعات ويقدر ان هو يلعب في الدور قبل النهائي، انا اقدر اقول ان فيريرا مدرب كويس مع الزمالك، رغم ان فيريرا اصلا انا شايف ان هو مدرب عالي جدا. يعني فيريرا كمدير فني هو مدير فني كفء، السي في بتاعه طبعا كويس جدا طبعا بس انا برضو بينقصه خبره المنطقه العربيه وخبره افريقيا برضو. بس احنا بنقول ده دوري، فالمنافسات يعني الدوري بيقول لك ايه، صراع النقطه والنقطتين بس. يعني ما تحكمش على المدرب من ماتش كسبه او ماتش خسره. بنتمنى بالتاكيد كل التوفيق لكل الفرق المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه، وبنتمنى عوده الدوري المصري بالتاكيد من جديد في اقرب فرصه ممكنه. وبشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد القاضي الناقد الرياضي ورئيس قسم الرياضه بجريده الكرامه، كنت معانا في هذه الحلقه. شكرا جزيلا ليك يا استاذ. شكرا لك يا استاذ محمد، واتمنى اكون قدمت حاجه للساده المشاهدين. بالتاكيد. شكرا مشاهدينا، الشكر لكم ايضا لمتابعتنا في الحلقه، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد بس قبل ساعه من دلوقتي هقابلكم في حلقه جديده من رياضه في اسبوع. شكرا والى اللقاء.